في أحجار أول ما تشوفها تقول حلوة، وفي أحجار تانية تحس إنها عندها روح. النهاردة أنا هحكي لكم عن حجر القمر، الحجر اللي خلى ناس زمان تصدق إن القمر ممكن يسيب جزء صغير منه على الأرض. أول ما النور يلمسه تحس إن جواه ضوء بيتحرك بهدوء، مش لمعة عادية، كأن في موجة نور عايشة جوه الحجر، وعشان كده سموه حجر القمر. تعال اما احكي لك حكايته. الرومان القدماء كانوا معتقدين إن متكون من أشعة القمر المتجمدة، وإنه بيتغير مع مراحل القمر في السماء. وفي الهند القديمة كانوا بيعتبروه حجر مقدس، وكانوا بيؤمنوا إنه بيجلب الهدوء والأحلام الواضحة والحب. وفي أساطير قديمة كانت بتقول إن حجر القمر فيه روح صغيرة من نور الليل، وإن الحجر بيلمع أكتر مع الناس اللي قلبها صافي. الغريب إن العلم نفسه وقف قدام جماله، لأن الحجر ده فعلا مختلف عن أي حجر تاني. هو بيتكون داخل الصخور البركانية، ويقعد آلاف السنين تحت الضغط والحرارة لحد ما يطلع بالشكل ده. وأشهر الأماكن اللي بيطلع منها سريلانكا والهند ومدغشقر، خصوصا في سريلانكا لأن في نوع نادر بلمعة زرقاء صافية كأنها قطعة من السماء وقت الفجر. حجر القمر مش لون واحد زي